ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. بعدها ايان وسيونج مش بيعرفوا يخرجوا بره القاعة، وده لأن الصحفيين وناس كتير بره عايزين تفسير لعقد الجواز ده، وبيقرروا ان تشوي ودو يخرجوا والحرس يغطيهم بالمظلات كأنهم الأمير والأميرة. بعدها دو وتشوي وصلوا القصر، والملكة الأم بتسأل راحوا فين، وقصدها على أيان وسيونج، وتشوي هيقول دو خبطته يسكت. والأمير والأميرة بيكونوا في رئاسة الوزراء مع من، ومن قال للمساعد بتاعه اتأكد إن مفيش أي تصريحات تخرج من أي حد للصحافة. والإعلام بيتكلم عن الموضوع، بيقولوا في حاجة مش مظبوطة من الأمير. قبل كده اتوقف التحقيق في حريق القصر بدون أسباب، ودلوقتي فضيحة عقد جواز محدد بمدة. والإعلامية قالت إن القصر والحكومة بيتحققوا من الموضوع وهيكون في رد. ويان مسك ايد سيونج وسألها انت كويسة؟ قالت له ايوه. بعدها من سألهم كتبتوا عقد الجواز ده بايديكم؟ قالوا ايوه. قال لهم مين غيري يعرف موضوع الجواز المزيف ده؟ ايان قال له مساعدي بس، وسيونج قالت دو مفيش غيرها وانا ما عرفتش حد تاني. قال لهم انا لسه ما ناقشتش الامر مع الديوان، لكن اعتقد مش هيكون في رد طالما ان العقد حقيقي. اي تفسير او دفاع هتزيد الدوشة. ايان قال له عدم الرد ده موقف سلبي. مين قال له لازم نستنى لما الامور تهدى. ايان قال له ده كان في البداية بس. مين قال له قصدك كان في الاول خداع للناس. العقد بيقول طلاق بعد 3 سنين. تقدر تثبت لي ان ده مش هيحصل؟ بعدها تيجي ومراته مش مصدقين ان كل ده مجرد جواز شكلي، والاشاعات بتنتشر ان ايان ما اتجوزش سي يونج، وان الهدف مجموعة كاسل. وقالوا ان لما سيونج اغمى عليها في الفرح كانت مسرحية منهم. والاعلام بيتكلم ان سيونج لما اخدت الجايزة من الامير كانت كوسة، وانها كانت من ابرز المتهمين في الحريق اللي حصل في القصر يوم عيد ميلاد الامير. وناس بتقول ان الامير اتدخل في التحقيق لاسباب شخصية، وناس تانية بتسأل هو متورط في الحريق ده ولا ايه. بعدها ايان سأل سيونج انت خايفة؟ قالت له لازم يكون الانسان عنده شرف عشان يخاف من العار. انا ابنة غير شرعية ماليش شرف اخاف عليه. وسألته انت كويس؟ ده لان الشرف هو كل اللي انت بتملكه. انت خايف؟ قال لها ايوه انا خايف يؤذيكي شرفي، ده اللي مخوفني شوية. ومن جو قال لهم الأفضل تروحوا القصر دلوقتي، وبكرة هيكون في احتجاج قدام القصر، وده بسبب إشاعات قالت إنك عندك طموح في العرش، وإنك مدبر الحريق اللي حصل يوم عيد ميلادك. والملكة بتؤمر بعقد اجتماع مجلس الأسرة المالكة. وإيان وسيونج وصلوا، وتشوي قال لهم لازم تحضروا الاجتماع. وإيان دخل القاعة وقال للملكة أنت أمرت بعقد اجتماع مجلس الأسرة المالكة، خلينا نتكلم شوية مع بعض. قالت له مش عايزة أعذارك ازاي تتجرأ وتخدع الشعب وألحقت العار بالأسرة المالكة. انت بتعتقد اننا هنسامحك؟ انت اللي بعت المكانة الملكية واشتريت المكانة دي. وبصت لسيونج بصة وحشة وقالت لهم استعدوا انتوا الاتنين للعواقب، وكل اللي حصل ده بسبب أصلها المتواضع. فاكرة ان العقد يحميكي؟ مش عارفة انت غبية ولا ساذجة. بعدها سيونج بتطمن على ايان وايده اتعورت من قفلة ايده، وايان اخدها في حضنه. وتاني يوم تشوي قال لدو ان في اشاعات ان اغماء الاميرة في الحفل كان مسرحية. بعدها بيكون في احتجاجات قدام القصر ضد ايان، وانه لازم يعتذر عن اللي حصل. وبعدها ايان قال لمن لازم نرد دلوقتي. بيقولوا ان اغماء مراتي كان مسرحية، هوضح الحقيقة بنفسي. حتى لو بدأنا جوازنا بعقد، لكن كل اللي اظهرناه للناس حقيقة. المادة اللي لقوها في جسم مراتي هي الموصوفة ليا، مش هيكون عندي نية لحاجة على حساب حياتها. من قال له ايه رأيك في الاشاعة اللي بتقول انك بتسعى للعرش؟ هتنفي ده كمان؟ ايان قال له لو ما نفتش ده ايه هتكون اجابتك؟ قال له احنا مش محتاجين حاجة مش هيدعمها الشعب، دي هتكون اجابتي عشان مصلحة الاسرة المالكة والوطن. بطلب منك بكل تواضع تنهي وصايتك. بعدها من بيشوف تقرير الدواء اللي شربته سي يونج في العصير، وجات لمن البنت الجاسوسة لصالح الملكة وقالت لمن ان الطلب منها تحط المادة دي في كاس الامير. وقالت انا ما اعرفش ايه هي، ولو ما عملتش كده هتتأجل عملية اخويا. ومن قال لنفسه هل كان ضروري قتله؟ هل هو مصدر ازعاج كده؟ تاني يوم من راح للملكة وقال لها اللي حصل كان عملية تسمم، وكان المستهدف الأمير وسجلات العمولات المشفرة المدفوعة للخادمة زي ما قالت، وكانت من اللورد أبوكي. قالت له ازاي تتجرأ وتتهم أبويا؟ قال لها انت مشتبهه بيكي برضه، تقدري تثبتي انك كنت ما تعرفيش اللي بيعمله اللورد؟ والخدم بيندهوا ان ايان وصل. ومن قال للملكه ما يعرفش لسه اي حاجه. قالت له اديني شويه وقت. قال لها معاك وقت لحد بالليل. بعدها من خرج، والملكه خبت نتيجه التحقيق وقابلت ايان وقال لها عايز يغير الخدم. قالت له الوضع ما يسمحش في الفوضى اللي احنا فيها، ودي ناس غلبانه.
ومن اتقابل مع سيونج وقال لها واضح ان علاقتك بايان حقيقيه. قالت له ده تمثيل قدام الناس والخدم. قال لها انت بتحاولي تخدعيني انا كمان. والملكه بتروح للورد وقالت له اللي حصل وعرضت عليه الاوراق. قال لها ده جالك منين؟ قالت له انت عايز تختلي الامير فعلا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ لما ده يتعرف انا وانت. قال لها عشان كده الامير لازم نخلص منه لانه اتكلم انه يعرف عن اللي حصل. فاكره في حد هيصدقك لما تقولي انك كنت عايزه تولعي في المرسوم بس وانك مش هتولعي في القصر كله؟ هتقولي ايه؟ كنت عايز احرق المنشور، ما كانش قصدي النار تحرق المكان كله، ما كانش قصدي اقتل الملك. ده اللي هتقوليه يعني؟ مش فارق معايا اللي انت عملتيه، انا لازم اعمل اللي اقدر عليه عشان احمي الملك، وهو ده الطريق الوحيد احميه واحمي نفسي واحافظ على اسم العيله. دلوقتي قولي لي جبت التقرير ده منين؟ بعدها مين بيتابع الوقت والملكه رجعت القصر وبتتقابل مع سيونج وقالت لسيونج خدي حذرك. بعدها الملكه بتكلم مين على تليفون الوزاره وموبايله بيرن في نفس الوقت. وتاني يوم مين بيتقابل مع الملكة في المقابر وقالت له شعورك ايه لما يكون ابوك اعظم رئيس وزراء في التاريخ؟ قال لها وشعورك ايه لما يتسجل ابوك اخطر لورد في التاريخ؟ قالت له لو بتشك فيا ليه جيت بالملفات ليا وما عرفتش ايان؟ انت عايز تحصل على الاميره. وادت له ورقه وقالت له لو اتكشف ده هيكون فيه اضطرابات في القصر وهيكون فيه جدل في البلاد، وبما ان جميع المكاسب في العقد من مصلحه الاميره كل الانتقادات هتتوجه ليها. قال لها انا مش هسمح بده. قالت له وصلت لدرجه الاستعداد عشان تاخدها ومش عايزها تتاذي، خلاص هحول اسهم الاتهام لايان. كل ما ينهار الامير ويخسر عزم الاميره هيقل معاه. انت فاكر انت بس اللي واخد بالك من حبهم لبعض؟ فكر قدامك ليله بس. ومن بيفكر وبعدها راح لايان وايان قال له انت تملك تنهي وصايتي؟ قال له واجبي احمي الاسره. ايان قال له كلامك محسسني ان عايز اضرهم. من قال له انت والاسره واحد واي حاجه تضرك تضرهم، اسقط وصايتك مش هسمح لك تسقط انت والاسره مع بعض. بعدها الملكه بتعرف ان من وايان كانوا في اجتماع مع بعض للفجر والاجتماع كان لمده 3 ساعات. بعدها تشو يعرف سيونج ان من طلب من ايان يسقط وصايته. بعدها الملكه طلبت تقابل سيونج وقالت لها ايه احساسك كنت اسقطت شخص بيعشقه الشعب؟ كان ليه سقطاته احيانا بينحرف عن المسار لكن كان فخر الاسره المالكه. وسالتها عرضت عليه ايه مقابل يرفع مكانتك؟ قالت لها ما قراتش العقد، الامير مش عايز مني حاجه. بعدها دو قالت لايان لازم تروح للملك اللورد هناك وجايبه عريضه رسميه والتماس شعبي، وبعتت لحد يروح مقر الملك اول ما تشوف الرساله دي. واللورد عند الملك وجايب كل الجرايد والكلام عن ايان وقال له الاسره تنهار لازم تاخد قرار. الملك قال له ده عمي. اللورد زعق وقال له جلالتك ما شفتش الاشاعات المنتشره والحريق اللي ابوك؟ الملك رد عليه وقال له ده كله كذب. قال له الامير عارف انك ضعيف. وايان وصل ومسك اللورد وقال له ازاي تكون وقح كده مع جلالته؟ ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ ازاي تهدد جلالته؟ ونده للخدم ياخدوا الملك وبيخنقوا اللورد وقال له انت فاكر ان انا مش عارف باللي بتدبره؟ انت خايف ان ابقى ملك؟ لو عايز تبعدني عن القصر مفيش قدامك غير قتلي. وحدفه في الارض وقال له لو هددت ابن اخويا مره تانية مش هتموت موته سهله. والسيونج جت وبتكون مستغربه رد فعل ايان. وايان راح لابن اخوه وكان بيعيط وافتكر لما كان اخوه لسه عايش ومراته كانت معاه معرفش يقابله. وجاله ابن اخوه كان بيلعب معاه وسمع الملكه بتقول لاخوه عايز تدي الحكم لايان؟ انت اتجننت، الموت افضل لك من اللي هتعمله ده. وابن اخوه بيعيط وايان اخده في حضنه. بعدها بنرجع للواقع والملك راح لعمه وحضنه وبيعيط وايان قال له لو حسيت بالخوف تعالى لي في اي وقت. والسيونج جت وشافت قد ايه بيحب ابن اخوه الملك. بعدها السيونج قالت لايام مالك؟ هو انا ضايقتك في حاجه؟ قال لها انا اسف اني خليتك تشوفي مشهد مؤلم. قالت له ده كان جميل، تصرفك سليم عشان تحمي كل حاجه لازم تواجه الهجوم بالهجوم. بعدها دو مع تشو وبتسأل هو بيحب ايه؟ قال لها انا بحب الورد قوي. قالت له مش قصدي انت، انا قصدي الامير. انا عايز اعمل له حاجه جميله تشيل من عليه ضغوطات الفتره الاخيره، وجبه بيحبها او موسيقى. لا بيحب الشاي الاسود او الشوكولاته المره. وتشو سألها انت عارفه اسامي الورد بس مش من اهتماماتك، ولا الشاي بتحبيه انت بتحبي ايه؟ ودو بتكون مش عارفه تقول ايه. قال لها معلش انا فضولي شويه. بعدها ايام بيكون نايم وسيونج لمسته وقالت انا خايفه ادمر مسيرتك. وتاني يوم تيجو بيكلم سيونج وقال لها الاسهم بتنهار وفي تحقيق مطلوب مننا وانا على وشك يطلبوا التحقيق معايا. قالت له هجيلك. وايان عايز يروح معاها. قالت له عشان الصحافه وكده هاخد تشوي معايا. بعدها سيونج بتسوق بسرعه رهيبه وتشوي خايف جنبها. وراحت لمين وقالت له انا بنهار الشركه والقصر الوضع صعب عليا، قول لي اعمل ايه؟ قال لها دلوقتي ما تعمليش حاجه وانا هكون حريص ما تتاذيش. قالت له انا مش بطلب حمايتك. قال لها مش محتاجه تمثلي، خلاص انت والاميره علاقتكم اتكشفت. انهي كل ده. قالت له انا بحبه جدا. مين قال لها ده محزن. بعدها سيونج راحت لابوها تعتذر
وتعتذر له بسبب انها خدعته ودمرت الشركة، وقالت له ساعدني ولو لمرة واحدة، عايز اصلح الوضع ده لكن مش عارفة ازاي. ابوها قال لها مسمية نفسك سيدة اعمال، قولي لي عايزة تنقذي نفسك ولا تنقذي الامير. بعدها دو بتقدم شاي اسود لايان وقالت له هاخد اجازة ايام لان مجلس الوزراء طلب منك التوقف عن مهامك الرسمية. قال لها ما تعرفيش مراتي حاجة. بعدها سيونج جت لايان وحضنته وقال لها ده هدية ولا ايه؟ قالت له خلينا نتطلق. وبيتصدم وسيونج عينيها مدمعة. وبيخلص الملخص.